أكتر حاجة ممكن أي مدرب يحبها هي نتيجة الفوز. التشكيل اللي بيلعب بيه بيكون جزء كبير من العلاقة بينه وبينها. طول ما أنت بتحترم التشكيل طول ما هي بتحترمك، لكن وقت ما هتشز هي كمان هتشز، هتروح لحد يستحقها، أو يمكن توجعك أكتر وتلاقيها مصاحبة عدوك. كله هيستفيد إلا أنت، هتفضل شاذ. مساء الفل. بعد ما عمل كل حاجة صح في الكاس عمل كل حاجة غلط في الدوري، وفي الآخر لبسها لإيكاردي. يؤسفني إن أقولك عزيزي الإنتريستا إن يوفيتش لعب ماتش نابولي لأن ده كان تيرنوفر، مش لأن مانشيني لا قدر الله اكتشف إن وجوده على الدكة غلط. يؤسفني أقولك إن مدربك مش شاذ بس كرويا، لا وكمان ما بيعرفش ياخد قرار. لو مش مصدقني جرب تسأله جوارين أساسي ولا احتياطي ولا معروض للبيع. اسأله عن كوندوبيا اللي بيظهر فجأة وبيختفي فجأة. اسأله انت ليه عندك يوفيتش وليايتش وبيرسيتش ولسه عايز إيدير ولافيتسي، وليه في وجود كل الأسماء دي ما بتكسبش غير 1-0 بس، وليه حتى لما بتكسب 1-0 بس لازم يبقى هاندانوفيتش هو نجم الماتش. كاربي اتعادل لأن إنتر ما حسمش، لأن مانشيني فجأة حول الإنتر من فريق بيدافع غالبا لفريق بيهاجم باتنين وتحتهم جناحين. حتى لو ده الصح قدام فريق ضعيف فأنت فريقك ما خدش على إنه يلعب كده. من الآخر يوفيتش، بروزوفيتش، ليايتش، بيرسيتش وإيكاردي، دول 5 أسماء لا يمسوا في تشكيل الإنتر. السادس بتاعهم يبقى ميديل، يبقى ميلو، يبقى حد تشتريه من بره، انت حر. غير كده يبقى شذوذ كروي يا مانشيني وانت مش ناقص. مباراة من جانب واحد. السؤال الوحيد اللي ممكن تسأله لنفسك فيها هو اليوفي هيجيب الجول امتى؟ يوفنتوس يوم بعد التاني بيأكد ان الفرق بينه وبين اي فريق في اوروبا مش كبير. تشكيلة أساسية واحتياطية بمستوى متقارب جدا. لاعب واحد قوي في خط النص من الميركاتو هو اللي ممكن يخلي اليوفي يعادل برشلونة وبايرن ميونخ. تحفظي الوحيد في ماتش روما إن اللعب ب3 في الدفاع كتير، خاصة وانت خصمك متحفظ وهجماته المرتدة طريقتها محفوظة. لازم أقول إننا بنشوف نسخة من بوجبا ما شفناهاش قبل كده من ناحية الباص الصحيح والمؤثر والسهل. ده اللي مخلي ديبالا بيلعب بمزاج أكتر من حيث التنويع في الاختراقات ومن ناحية المجهود، لأن ديبالا مش مطلوب منه ينزل لتحت كتير عشان يستلم. مانزوكيتش أقل، ودور كوادرادو في الشوط التاني يأكد إن اليوفي لازم يشتريه. أخيرا يوفنتوس ما ينفعش يبيع حد، لا زازا ولا روجاني. يوفنتوس السنة دي ما بيلعبش على دوري قد ما بيلعب على دوري الأبطال اللي محتاج مجهود كل لاعب. نفسي أشوفك بترفع الكاس في سانسيرو. على الناحية التانية سباليتي يختار التأمين والنقطة، لكن الأغرب إنه اعتمد على فلورنزي كجناح. كنت متفائل إن سباليتي هيرجع فلورنزي تاني لنص الملعب، لكن للأسف يبدو إن ده أصبح محل شك. الحكاية مش عند فلورنزي، لاعب تغطيته العكسية ضعيفة جدا في الكرات العالية لأنه قصير، ولو لعب عليه لاعب أسرع منه هيتضرب في التغطية العكسية برضه في الكرات اللي على الأرض. ما حسيتش بأي دور جديد لأي لاعب في نص الملعب، بالعكس ناينجولان سيء جدا، بيانيتش تايه جدا، وصلاح محتاج اللي يساعده ومش اللي يعتمد عليه. في ظروف زي دي وجود توتي كان مهم وافيد من زيكو على الاقل في الشوط الاول ويطلع. سباليتي طلب قلب الدفاع وباك يمين، يا ريت يزود معاهم باك شمال لان مفيش بديل لدينيا، ولاعب في خط النص لان عودة ستروتمان مش مضمونة. اخيرا روما اكبر من اي لاعب. مين اللي قالك كده؟ روما لا كان اكبر من ماركينيوس ولا كان اكبر من بنعطية ولا حتى اكبر من جيرفينيو. النادي اللي سياسته بتقوم على البيع بيفضل عبد للفلوس، عشان يرجع حر لازم يعوض اللي باعه باللي افضل منه، وده ما حصلش. يعني هنقعد جيرفينيو بالعافيه يعني؟ لا، تقعدوا بالفلوس، لانه ماشي عشان الفلوس، ولان كلهم مشوا قبل كده عشان الفلوس، ولان شغلة الاداره انها تقنع اللعيبه المهمه انها تكمل في الفريق. رحيل جيرفينيو كارثه بكل المقاييس لو الشعراوي ما كانش في افضل حالاته. افتكروا الكلام ده كويس ويا رب اطلع غلطان. أجمل مباراة في الموسم، نابولي بيحافظ على الصدارة وبيخرج من ملعب صعب بانتصار عظيم. الجديد عند نابولي إن ساري بدأ من فترة يبتكر أدوار لكايخون وإنسينيا جوه ال18 عشان يبقى فيه عمق أكبر في الهجوم. الجديد التاني وهو كوليبالي اللي تحول من أسوأ مدافعي الكالتشو لأفضلهم هذا الموسم. مش بقول إنه أفضل في المطلق من بارزالي أو كليني مثلا، لكن بقول إن الموسم ده وبأسماء كلها من العيار المتوسط جنبه في خط الدفاع فاللي بيقدمه أفضل من اللي بيقدمه البقية. بيقطع،
بيبني هجمات، مؤثر جوه ال 18 في ضربات الرأس. بمعنى آخر كوليبالي بيقدم أكتر من قدراته بكتير. أهداف لنابولي على كل شكل ولون. مستني الميركاتو عشان أشوف قدرة نابولي على البقاء على الحال ده. الفيلم حلو يا دي لورنتس، شوية مزيكا والنهاية هتبقى سعيدة. نقطة مش سيئة لكنها كانت ممكن تبقى 3 لولا العناد. للمرة الرابعة أو الخامسة بيرتولاتشي بيقول لميهايلوفيتش لو سمحت ما تلعبنيش جنب مونتوليفو، أنا ارتدادي مش سريع، لو كوتشكا مش موجود ديونج موجود، بولي موجود، المهم بلاش أنا. ميها اختار المرة دي إنه يدافع من قدام شوية، لكن سرعة لاعبي إمبولي مع تأخر بيرتولاتشي في الارتداد لمرة خلى الفريق يستقبل هدف سهل. ولأنك بتلعب على خط واحد فشباكك استقبلت الهدف التاني، لأن أي حد هيجري من ورا الدفاع مش هيكون متراقب، وعشان كده الميلان سجل مرتين لكنه ما خرجش كسبان. ليه أدريانو يتباع؟ معرفش. ليه ما جيبش لاعب في خط النص يحميني في غياب كوتشكا أو مونتوليفو؟ معرفش. ليه بوتنج ما يبدأش وهوندا يريح شوية بعد ما خد فرص قد كده؟ معرفش. هو مينيز رجع امتى؟ معرفش. فيورنتينا مستمر في الصراع على المركز الثالث مبدئيا والمنافسة على الكالتشو لو جت الفرصة. أفضل ميركاتو شتوي حتى الآن في إيطاليا. لاتسيو من ديسمبر ومن آخر مباراة ليه قدام يوفنتوس ما بيتغلبش. مع الاستمرارية المتوقعة لاتسيو ممكن ينهي الموسم في مركز يسبق مركز روما. كوارتر فاينل دوري الأبطال 96، يوفنتوس بيقابل ريال مدريد بعد ما خسر الذهاب بهدف، فوز بهدفين وحالة من الجنون لمدينة تورينو بالكامل. ديل بييرو وبادوفانو قادوا يوفنتوس للنهائي وبعد كده التتويج بالبطولة. أيام بإذن الله السنة دي هتعود. سؤال الحلقة: مين الأسطورة اللي تحبوا نعمله الفيلم الجاي؟ سيبولنا الإجابات ورأيكم في الحلقة في الكومنتات ونشوفكم الحلقة الجاية.